الريال عمل المستحيل قدام برشلونة، لكن المستحيل لم يكن كافيا. برشلونة والريال قدموا مباراة هي الأفضل في الموسم من بداية الشوط الأول، وبرشلونة عارف طريق استحواذ إيجابي وتمريرات صحيحة قدروا بيهم يوصلوا لمرمى كورتوا بسهولة جدا، على عكس الريال اللي حقيقي ما قدمش أي خطورة تذكر على مرمى تشيزني. لكن تنقلب الآية في الشوط الثاني، ولأول مرة في تاريخ أنشيلوتي يعمل تغيير في الدقيقة 55 علشان ينزل الأمير لوكا مودريتش والفتى الذهبي أو البديل الذهبي كيليان امبابي، ويقولوا للجميع الريال مش هيخرج بموسم صفر. استحوذ الريال على الكرة وضغط ضغط عالي ومنظم لحد ما جاله ضربة حرة، ولأول مرة كيليان امبابي يسجل ركلة حرة في تاريخه. لا، ومش أي ركلة أنت تشوفها تقول إن هو متمرس بقاله سنين في الكرة دي. بعدها بدقيقتين يكمل الريال الضغط العالي علشان يجي له ضربة ركنية، ومن الضربة الركنية يسجل الفرنسي الثاني تشاوميني رأسية قاتلة في مرمى برشلونة. الكل قال خلاص الريال خلصها، لكن برشلونة كان عندها رأي تاني، ومن خلال غلطة وعدم تفاهم بين كورتوا وروديجير قدر فران توريس الهداف الأول لهذه البطولة بتسجيل الهدف وإعادة الأمان لبرشلونة. هل المباراة الجنونية انتهت على كده؟ اكيد لا، بقول لك افضل مباراه في الموسم. ومع بدايه الوقت الاضافي ظهر الاجهاد على لعيبه برشلونه، وكمل الريال في الضغط العالي زي ما هو لحد ما وصلنا للدقيقه 118، والكل قال خلاص المباراه انتهت وهتلجا لركلات التربيع. لكن واثناء الضغط المدريدي في انفاس المباراه الاخيره بتيجي هجمه برشلونه ما كانتش خطيره نهائي، لكن عشان غلطه واحده بس من لوكا مودريتش استغلها الفرنسي الثالث، لكن لصالح برشلونه المره دي، واطلق قذيفه مدويه في شباك كورتوا لا تصد ولا ترد عشان يقضي برشلونه على امال مدريد ويتحول كابوس الموسم الصفري الى حقيقه. وبكده الريال ما قدموش غير الدوري، واللي فيه برشلونه برضه متصدر بفارق 4 نقاط. في النهايه فاز من استحق وخسر من كان مدربه انشيلوتي. قول لنا بقى انت في الكومنتات، تفتكر الريال هينافس على الدوري ولا كده خلاص الموسم الصفري حسم نهائيا؟ مستنيكم في الكومنتات. سلام.